اخويا الله يجزيكم بخير، الله يرضي عليك. اخي سليمان، شوف انا كنصحك انك ما تذكرش التاريخ، لان اللي قال لكم هذا المقبور بخروبه قال لكم ما تدخلوش مع المغاربه في التاريخ لانها معركه خاسره. صراحه اللي دخلتي في التاريخ غادي تحترم نألموك الرئيس، وغادي بس نجرحوك. تحترم الرئيس وما دقيقه تقولش انه دقيقه حر. دقيقه اخويا، دقيقه سليمان، دقيقه ولا سليمان، تحب انت نقول لك بصراحه. النحاس الثاني، يقول لك النحاس هذا شوف، الثاني ولد التهامي لا الكلاوي بخروبه، دقيقه وبنت دقيقه ابنة الطاهر. بخروبه. احترم شوف نفسك شوف شوف وتكلم شوف شوف باحترام. شوف شوف اخي شوف شوف. شوف كيف؟ شوف واش قال لك العيب؟ راه شوف سميتو بوخروبه، راه بوخروبه. سميتو بوخروبه، انا الاسم قلت لك ديالو والو، انا الحقيقي ما قلت لك. بوخروبه. بوخروبه شوف هذا اخي، لا تعطيه بلاتي بس خويا، مع شوف صاحب هذا. دقيقة أخويا، دقيقة، شو دقيقة أخي إخوة، الله يرضي عليكم. شوف، بوخروبة قال لهم ننصح الجزائريين، هذا المقبور قال لهم ما تدخلوش مع المغاربة في معركة تاريخية لأنها ليست في مصلحتكم، فهي معركة خاسرة. ويعلم علم اليقين هذا اللي عندهم هم الأيقونة ديال الثورة وديال هذا الانقلابي، هذا المقبور، هذا الانقلابي اللي سجن بن بلة وقتل بزاف ديال عباد الله. قال لهم ما تدخلوش مع المغاربه في معركه تاريخيه، لاننا حنا راه ما عندناش تاريخ، حنا يا ابناء يعني ما عندناش تاريخ صراحه، باش نقول ديك الكلمه حفاظا على مشاعر بعض الاخوه الاحرار، لانه صراحه ما عندكمش تاريخ. ما تدخلوش في المسائل هذه. يعني حاول صنعوا لكم تاريخ جديد، صنعوا على الاقل، اذا ما قدرتوش تصنعوا تاريخ، على الاقل صنعوا على دوله تفتخروا بها. يعني صنعوا دولة أنها كونكم أنكم دولة نفطية وغازية، صنعوا دولة تكون متطورة وتكون أحسن من المغرب، أحسن من تونس، أحسن من الدول ديال شمال أفريقيا. وعلاش لي ما تكونش كاع الجزائر تكون أحسن دولة كاع على الأقل في أفريقيا، لأنها كتمتلك جميع المؤهلات والمقومات باش تكون دولة نموذجية في المنطقة. لذلك هذا الشيء هذا اللي بنيتوا دولة غينسيكم في ديك التاريخ الأسود ديالكم، غينسيكم ديك التاريخ المهين ديالكم، لأنكم انتم أصلا ما لا شيء، كنتم نكرة، كنتم عبيد عند العثمانيين، باعوكم للفرنسيين. وكما قال الاخ، هذا عبيقه، هذا كان خائن صراحه. وحنا ادينا صراحه الثمن غالي فاش احتضنا المقاومه ديالو في العهد في 1800 واظن 845 اللي خدنا معركه طاحنه مع الفرنسيين. كنا جا عندنا هذا العبيقه هذا وحصادنا الدوله المغربيه وايداته كتحصادنا. وفي الاخير قال لك الفرنسيين قالوا سميتو سلم لنا على القدر، ما بغيناش نسلموه. لذلك خدنا واحد المعركه اللي هي بزاف الاراضي اقتطعتها فرنسا من المغرب، معركه اسلي على ما اظن، يعني اللي خسرنا فيها مع فرنسا. يعني هادشي كان من هذا الفضل هذا ديال المغاربه عليكم كله، كله كتجحدوه. وهذا التأييد والدعم المادي والمعنوي ديال الثورة الجزائرية اللي كانت في وجدها وكانت بركان، وكنا كنأيدوكم وندعموكم ونقووكم ونوكلوكم ونشربوكم، وهذا الشيء كامل نسيتوه على المغاربة. يعني صراحة نكار الجميل. نكاري الجميل، هذه هي الكلمة اللي غتقول. اخي بومدين كان في المغرب، بوتفليقة كان في المغرب، بن بلة كان في المغرب، كل الرؤساء كانوا في المغرب. ما وهل سمعتي؟ تتناقش انت؟ دابا هو كنطلع صوره ديال خائن، هذا ما عجبتنيش انايا، ما نطلعوش. هذاك اصلا، هذاك علاش علاش نقول هذه الهضره هذه؟ هذاك المغرب كما قلتي انت، الله قلتي على في ديالك، السبب ديال المغرب في دخول الحرب، هذيك المعركه، أنا المعركه دارت في طرق يوم ولا يومين، معركه ايسلي، جيت وجد هذاك وادي ديال ايسلي سماه، هذا هو السبب ديالو. المغرب كان تقدم الدعم المادي والمعنوي والاسلحه والتمويل وكل شيء، وبان فيهم الخيانه. هذا فاش